نحييكم مشاهدينا بهذه الحلقة الجديدة من برنامج مرآة الحياة على شاشة رجاء الفضائية. في خضم الحروب والكوارث كانت المرأة في الهلال الأحمر الكردي اليد التي تضمد الجروح، واليوم نحن في الهلال الأحمر في مدينة قامشلو لنسلط الضوء على عمل وإنجازات المرأة ضمن الهلال. كونوا معنا لنتعرف عليهن أكثر. مشاهدينا الكرام، في لقائنا الأول نطلع عليكم مع إدارية مكتب المرأة في الهلال الأحمر الكردي في مدينة قامشلو السيدة شيرين خليل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. السيدة شيرين، كيف تشارك المرأة في أنشطة الهلال الأحمر وما أهم المجالات التي تعمل فيها؟ بالبداية برحب فيكم ونشكركم على عملكم الدؤوب لتغطية أعمال المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا للمرأة دور فعال في الهلال الأحمر الكردي، هي لها دور فعال في جميع المكاتب والأقسام المرتبطة بالهلال الأحمر الكردي، كمكاتب مدراء المشاريع، غرفة العمليات، كمكتب الحماية والدعم النفسي والموارد البشرية والمالية. جميع المكاتب المرتبطة بالهلال الأحمر الكردي للمرأة دور فعال ونشط فيها. نعم. كم عدد النساء التي يعملن ضمن الهلال؟ عدد النساء يتقارب حوالي 224 امرأة في الهلال الأحمر الكردي. سيدة شيرين، كيف ساهمت جهود المرأة بتغيير النظرة المجتمعية؟ من خلال عملها في الأقسام الهلال الأحمر الكردي وفي المخيمات وفي نقاط الطوارئ. هالشي خلاها قوة فعالة على وجه الأرض، وغيرت من الذهنية الذكورية الراسخة بالمجتمع اللي نحن عم نعيش فيه. طبعا نحن مجتمعنا هو مجتمع منغلق، فخلال عمل المرأة في جميع الأقسام وفي جميع النقاط وفي جميع المراكز التابعة للهلال الأحمر الكردي غيرت هاي النظرة للمجتمع لها، أثبتت أنها هي قادرة على العمل في جميع الظروف، في جميع الأوقات، وفي جميع الجهات والجبهات. سيدة شيرين، من خلال عياداتكم المتنقلة هل تواجه المرأة أي مخاطر أمنية أثناء تنفيذ المهام؟ أكيد يعني نحن في مناطق شمال وشرق سوريا دائما نتعرض للهجمات الخارجية، ونحن كالهلال الأحمر الكردي يعني كمنظمة إنسانية نصل لجميع الجهات والجبهات. فالمرأة تواجه هاي الصعوبات وتواجه هاي التحديات والمخاطر كمان. من جهة صعوبات العوائل والأهالي اللي يمنعوها أنه تمارس هاي المهنة وبهاي الظروف، ومن جهة ثانية الذهنية الذكورية اللي تمنعها أنه تمارس عملها. رغم هالشي هذا، فالمرأة في الهلال الأحمر الكردي تتحدى جميع هاي الصعوبات وهاي التحديات وتواكب عملها وتمارس عملها بطريقة يعني بتخليها ترسخ وجودها وكيانها بالمجتمع. طبعا في كتير نقاط دور المرأة فعال فيها، مثل عنا مخيم الهول. مثل ما بنعرف المخيم الهول هو أخطر نقطة فينا نقول على وجه الأرض يعني. فالمرأة لها دور فعال في هي النقطة من خلال جميع الأقسام الموجودة، سواء الطبابة، سواء الدعم النفسي، سواء الإسعافات الأولية، سواء الإسعافات العامة. فهي دائما تكون حاضرة وفعالة بهي الأقسام. نعم. كما شاهدنا سيدة شيرين،
من خلال مقاومة سد تشرين وأيضا نزوح الأهالي من مناطق الشهباء، ما الجهود التي قدمتها المرأة بشكل خاص؟ نحن هون بالهلال الأحمر الكردي كنا نواكب هاي الأحداث بهجمات سد تشرين، سواء بنزوح أهالينا من الشهباء. بالنسبة لأهالينا نحن دائما على استعداد في تقديم المساعدات الإنسانية للعوائل النازحين، مثل السلال الصحية، السلال الغذائية. فالمرأة هون لها دور فعال في تجهيز هذه السلال وتوزيعها على الأهالي بطريقة عادلة وبطريقة سليمة، بحيث كل العوائل تقدر تستلم هاي السلال، سواء كانت صحية أو الغذائية. أما بالنسبة للهجمات الأخيرة على سد تشرين، بصراحة للمرأة كان دور فعال جدا في إسعاف الجرحى والمصابين خلال الهجمات. فيني أحكي مثال، في عنا نقطة طوارئ بكوباني، فلما صارت الهجمة وصار كانوا في مصابين، في إحدى الزميلات المسعفات في النقطة يعني جهزت حالها إنه كمان تروح تسعف المصابين والجرحى. فزميلها الشاب قال إنه أنت راح تخافي، لا تروحي، خليكي بالنقطة. فهي ردت عليه قال أن لأني امرأة لازم أروح يعني. فهالشي هذا فعلا رسخ كيان المرأة، ورسخ وجود المرأة إنه هي تقدر تواجه جميع الحالات وجميع الصعوبات. سيدة شيرين، هل لديكم جولات مستمرة للمخيمات سواء في قامشلو أو مناطق شمال شرق سوريا بشكل عام؟ بالتأكيد طبعا طبعا. بطبيعة شغلنا نحن في الهلال الأحمر الكردي، وبطبيعة المراكز المرتبطة بالإدارة العامة في الهلال الأحمر الكردي، عنا جولات مستمرة بجميع الأقسام، سواء كان قسم المراقبة والتقييم، سواء كان قسم الحماية والدعم النفسي، سواء كان قسم مدراء المشاريع، أو قسم المالية. يعني بجميع الأقسام نحن عنا جولات، والمرأة كمان تلعب دور كبير بهاي الجولات بسبب طبيعة عملها. فهي دائما يعني جولاتها مستمرة، سواء يعني جولاتها مستمرة بجميع النقاط الموجودة، نقاط الهلال الأحمر الكردي الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا. يعني كتير مرات نحن بنروح على الرقة، بنروح على كوباني، بنروح قبل كنا نروح على منبج، كمان نروح كانت لنا نقاط بمنبج. بعد الأحداث للأسف خسرنا هاي النقاط. حاليا يعني النقاط الموجودة على أرض الواقع، مثلا النقاط الموجودة في الحسكة، في كانطون حسكة وفي القامشلي، فنحن دائما جولاتنا مستمرة وتغطيتنا مستمرة على هاي النقاط. كيف تعمل المرأة بالتوفيق بين العمل الميداني والتقاليد الاجتماعية وكيف تتخطى؟ أكيد يعني في صعوبة من هاي الناحية. يعني لما المرأة تلعب دورها في العمل أكيد راح تواجه هاي الصعوبات. فهي عم تحاول وعم تكافح إنه تعمل تنسيق وتوازن بين عملها سواء في البيت وفي مواجهة العادات والتقاليد المجتمعية، وبين الواجب المنوط عليها إنه تواصل عملها. ففيني أجيب مثال، لما القافلات اللي راحت على مناطق الساحل، فأغلبهم كانت نساء، والنساء هناك لعبت دور كتير فعال إلى جانب زميلها. فهون كسرت الحاجز، إنه أكيد الأهالي كانوا يمنعوها تروح على هذيك المناطق، لأنه بحكم إنه هذيك المناطق كلها فيها خطورة وفيها يعني. فهون هي لعبت دورها وصممت وأكدت إنه هي قادرة إنه تواجه هاي الصعوبات، وقادرة إنه تثبت وجودها كامرأة في جميع الحالات المجتمعية. فبالساحل كنا نواجه خطورة، أنا أحد الأشخاص أنا رحت على الساحل، فواجهنا خطورة هناك يعني. فرغم هالشي هذا تلافينا هاي الخطورة. يعني فيني أحكي موقف، لما الرفيقات والرفاق كانوا يوزعوا المساعدات على القرى، فكان أحد العناصر الأمنية هناك موجود معنا كمان بالسيارة كترفيق لنا يعني.
فالحاجز هناك وقفهم انه انتم ايش عم تعملوا هون، يعني بدهم يعملوا عراقيل مشان انه ما نوزع هاي المساعدات. فاحدى الرفيقات صارت تقول له انه انت بامانتنا لا تخاف. فهالشيء هذا يرسخ قوة المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، يرسخ وجودها وكيانها، وانه هي تقدر تواجه جميع الحالات وجميع المخاطر، يعني وتصميمها على استمرار في عملها. هل هناك برامج تمكين المرأة في الهلال الأحمر؟ أكيد أكيد، نحن عنا كتير برامج لتمكين المرأة في قسم الحماية والدعم النفسي. يعني إلى جانب عملنا كالمجال الطبي، فعنا كتير مجالات في الدعم النفسي. فهالشي هذا يعني يلعب دور كبير في تمكين المرأة في المجتمع. في عنا مثلا عيادات متنقلة إلى جانب الأقسام المرتبطة بالهلال الأحمر الكردي في المخيمات وفي النقاط الطوارئ. في عنا عيادة متنقلة يعني خاصة بالمرأة. جميع الكادر اللي فيهم نساء، يعني حتى السائق سائق الإسعاف كمان هي امرأة. فمن خلال هاي العيادة المتنقلة إلى جانب تقديم الخدمات الطبية، هناك قسم الحماية والدعم النفسي. من خلال هذا القسم نقدر نصل للنساء اللي هي ما تقدر تصل للنقاط والمراكز الموجودة بالهلال الأحمر. فمن طبيعة العمل في هذا القسم، فالمرأة تقدر مثلا تتقاسم أوجاعها، آلامها، العنف المنزلي اللي تتعرض له. فنحن كمان من خلال هالقسم هذا نتواصل مع الجهات المعنية في هاي الأمور، ننسق معهم يعني نقدم مساعدة كدعم نفسي لهاي المرأة اللي متعرضة للعنف. وكمان ناخدها لمراكز معنية بهاي الأمور، أنه تتلقى فيها الحرف المهنية. من خلال هاي الحرف المهنية بعد سنة سنتين تقدر تكون حالها وتقدر تكون شخصيتها وتستقل ماديا. كلياتنا نعرف المرأة إذا استقلت ماديا فتقدر تستقل من جميع العادات والتقاليد الحاكمة على المجتمع. كمان في أمثلة، يعني في قصص نجاح مرتبطة بهالعيادة المتنقلة. فيني أحكي مثال إنه في امرأة تم تزويجها قسرا مرتين، بعد زواجها الفشل يعني اللي هي تعرضت له لهي التجربتين، لجأت إنه نحن بالتنسيق مع دار الحماية للمرأة يعني أولينا اهتمام لهي الصبية لهي المرأة. فهي من خلال هالدار هذا مكنت حالها وأعطت قرارها أنه تندمج مع قوات حماية المرأة ياباجي. فهي أخذت قرار أنه هي تلاقي تشوف حالها بهالمجال هذا، فاندمجت معهم وهي هلا عم تواصل حياتها وحطت هدف بحياتها أنه هي تحمي المرأة، برغم يعني بالتجربة اللي هي شافتها، أنه حطت هدف بحياتها أنه هي تحمي النساء في المعنفات والنساء اللي يتعرضن للعنف المنزلي أو المجتمعي. نعم. سيدة شيرين، هل تواجهون نقصا في اللوجستية سواء في الخدمات الطبية أو بالمراكز الاستشارية والعيادات المتنقلة؟ أكيد أكيد، دائما بنواجه النقص اللوجستي بطبيعة النظام في الهلال الأحمر الكردي، أنه هو مثلا يعتمد على الدعم الخارجي من المنظمات الخارجية. فدائما نواجه النقص هذا في تقديم الخدمات الطبية، مثلا سواء في الأدوية، سواء في الموارد البشرية، تأمين الكادر الطبي، تأمين الكادر اللي يقدر يواصل عملنا في المخيمات وفي النقاط الطبية. فرغم هالشيء هذا نحن كهلال نحاول نعمل توازن في حال إذا نقص الدعم، لأن نعمل توازن من خلال الميزانية الموجودة، من خلال مثلا توازن في الرواتب الموظفين، بحيث في سبيل أنه تظل نقاطنا مستمرة. سيدة شيرين، في سؤال الأخير، كيف ترين مستقبل المرأة
وما رسالتك للفتيات الذين يرغبن بالعمل الإنساني؟ بصراحة يعني الإمكانيات والفرص اللي أتيحت للمرأة بعد ثورة روج آفا كتير كبيرة، فأنا بنصح كل بنت وكل صبية تستغل هاي الفرصة وهي الإمكانية وتطور من حالها وتنخرط بجميع المؤسسات، لأنه أنا برأيي المرأة مو نص المجتمع، المرأة كل المجتمع، فلازم تثبت حالها في جميع المجالات وبجميع الظروف، تثبت إنه هي قادرة إنه تواجه كل المصاعب وكل التحديات، وتثبت وجودها وكامرأة قوية، كامرأة قادرة إنه تثبت دورها وفعاليتها في أي مجال. نعم سيدة شيرين خليل، إدارية مكتب المرأة في هلال الأحمر الكردي في مدينة قامشلو، شكرا لمعلوماتك، شكرا أهلا لوجودك. وسهلا فيكم. مشاهدينا الكرام، الآن نحن مع سيدة زهراء خلف، منسقة طبية لبرنامج الصحة الإنجابية في الهلال الأحمر الكردي. أهلا وسهلا بك. أهلا فيكي، أهلا وسهلا فيكي. سيدة زهراء، ما مهام المرأة ضمن برنامج الصحة الإنجابية؟ هلا برنامج الصحة الإنجابية هي حالة من الرفاه الرفاه البدني والصحي والعقلي. وبالهلال نحن كسيدات بهالبرنامج في عنا إنه وصول السيدة أو الامرأة لحالة مثل ما قلت لك للرفاه، التمتع بالحياة الجسدية والعقلية والنفسية. تمام. شغلة تانية هلا بالهلال الأحمر الكردي في عنا بهالبرنامج لنوصل السيدة. البرنامج يعتمد على 4 معايير. هو هالمعايير هي إنه رعاية الحامل عنا قبل الولادة، رعاية الحامل بعد الولادة، في عنا وصول السيدة للولادة الآمنة. للولادة الآمنة اللي عم تصير نحن بنقاطنا. العاملات بالهلال الأحمر الكردي أغلبن سيدات. تمام. في منن قابلات، ماهرات، متدربات، أطباء نسائية. في عنا مهام، يعني السيدة بالهلال مثلا ممرضة رح تكون، صيدلانية. الصحة الإنجابية، الجروب للصحة الإنجابية أغلبا هي سيدة لتوصل السيدة لحالة من الولادة، هالولادة تكون آمنة. كمان هالبرنامج في عنا مثلا مخيمات، عنا مخيمات، في عنا دوام 24 ساعة. في عنا سيدات إداريات مثلا بالإدارة العامة. في عنا مثلا الامرأة بالهلال الأحمر الكردي هي تكون جنبا إلى الرجل، ولكن دائما السيدة بالهلال عم تاخذ دور الأكثر فعالية. مثلا مكاتبنا بالهلال، مدراء المكاتب في منن سيدات. مثلا الكانتون، عندنا كانتون القامشلو، عندنا كانتون الحسكة، عندنا كانتون الرقة. السيدة تكون هي مثلا إدارة كانتون. في عنا مثلا بالنقاط، النقطة كمخيم كان ولا كانت نقطة عادية. مثلا في عنا أغلب النقاط القائد، التيم ليدر لهالنقطة تكون سيدة، هي اللي تدير نقطة. النقطة كمان تكون فيها مثلا عيادة نسائية، فيها عيادة داخلية، فيها عيادة الأطفال، في عنا صيدلية، في عنا مخبر. يعني الهلال الأحمر الكردي بنقاطنا جميع النقاط طبيا جاهزة
جاهز يعني من الناحية الطبية بكافة المعدات الطبية، تقديم الخدمات للمستفيدات وللمستفيدين من جميع النواحي. شغلة تانية كمان عنا بالهلال إن برنامج الصحة الإنجابية دائما في عنا تنسيق يعني بالإدارة العامة، وكذلك إنه بالكانتونات بالمخيمات مثلا بالنقاط في عنا تنسيق بين العيادة والعيادة. مثلا هلا عيادة النسائية تجي عندي امرأة حامل تلقت الخدمة الطبية كرعاية ما قبل الولادة، وصلت للولادة الطبيعية، كمان ولدت عنا بالنقطة. أحيانا في عنا اكتئاب ما بعد الولادة، في عنا اكتئاب ما بعد الولادة، نضطر نحن قسم الصحة الإنجابية يتواصل مع قسم الحماية والدعم النفسي لتلقي هالسيدة الدعم ما بعد الولادة. هل هي ضمن المخيمات؟ هلا نقاطنا من ديريك لشيخ مقصود. تمام. مثلا في عيادة نسائية فقط تقدم الخدمة، إنه مثلا خدمة رعاية ما قبل الولادة وبعد الولادة. في نقاط تانية تقدم خدمة الولادة الطبيعية كمان. تمام. في عنا خدمة الولادة الطبيعية، وفي عنا كمان خدمة الطوارئ، خدمة مثلا الإحالات. مثلا سيدة اجت لعندي عن نقطة بروتوكول اللي عم بمشي عليه أنا مو مسموح إنه مثلا تولد عندي بالنقطة. نحن عنا معايير، عنا بروتوكولات عم ننقل نحن كبرنامج صحة إنجابية هالسيدة عن طريق غرفة العمليات وسيارة الإسعاف للمشافي بالمخيمات هاي. مثلا في عنا نحن مستوصفات كمان دوام 24 ساعة، كمان في عنا سيارات إسعاف لتنقل هالمستفيدات بالإسعاف كمان وببرنامج الصحة الإنجابية. هل هناك برامج لدعم المرأة وتمكينها نفسياً؟ طبعاً هلا نحن بالهلال في عنا قسم الدعم النفسي، في عنا قسم الحماية. تمام. دائما في تنسيق بين المكاتب لا نطور من مهام المرأة ولنوصل المرأة لأحسن شيء بدنا يعني. من خلال عملكم هذه الناجح، هل هذا أثر بشكل إيجابي على تخفيض عدد وفيات الأمهات وتنظيم الأسرة؟ طبعاً هلا كل برنامج أو كل حالة إذا يكون في إلا متابعة، طبعاً رح نصل للشيء الأحسن والأفضل بمتابعة رعاية الحامل. عم نوصل نحن الحامل لولادة آمنة، لتصل لعنا لولادة آمنة. طبعاً بعد هالولادة الآمنة كمان في عنا مراقبة ما بعد الولادة. مثل ما قلت لك إنه في عندي حالات تصير مثلا اكتئاب ما بعد الولادة، بالتنسيق مع مكتب الحماية والدعم النفسي عم نتخطى المواقف كمان. سيدة زهرة، هل يمكنك التحدث أكثر عن العيادات المتنقلة الخاصة بالنساء؟ هلا نحن في عنا عيادتين متنقلات. في عنا عيادة بمخيم تل السمن، فيه طبيب نسائية وفيه قابلة بيقدموا خدمة النسائية للمستفيدات الموجودات بالمخيم. في عنا كمان عيادة بقامشلو تروح يعني تنطلق هالعيادة للقرى المجاورة لمدينة قامشلو وتربسبية. هالعيادة كل الكادر هو نساء، حتى السائقة لهالعيادة وسيارة الإسعاف هي سيدة. نحن بصراحة بعد العمل وانطلاق العيادة النسائية بقامشلو تلقينا عدة قصص نجاح بهالعيادة. قصص نجاح كانت صارت يعني ضمن العيادة النسائية. القرى كانت كتير يعني راضية وبكل رحب يعني كانوا يستقبلوا العيادة. بصراحة أول شيء إنه مثلا كعيادة تطلع على القرى كان فيها إنه شوية مخاوف إنه مثلا سيدات، بس بالهلال الأحمر الكردي
عندنا إنه مثلا السيدة ما شافت أي صعوبة بالعيادة المتنقلة. بالعكس شغل العيادة المتنقلة كتير كان كويس، وعفوا كتير كان جيد، وكتير يعني شفنا الدعم لها العيادة. كان لها استقبال إيجابي يعني؟ طبعا كان لها استقبال إيجابي من القرى اللي العيادة راحت لتزورها. نعم. أيضا هل تواجهون أي نقص بالمعدات أو الخدمات الطبية؟ هلا بالخدمات الطبية دائما العيادات اللي عندنا دائما تكون مجهزة بالخدمات وبالمعدات الطبية بصراحة. إذا صار عندنا أي نقص إدارة الهلال ما عم يقصروا. أيضا هل تتلقون الدعم من المنظمات الخارجية؟ هلا بالنسبة للبرنامج والعيادات النسائية كل ما كان الشغل والعمل مثلا فيه جودة، العمل هو مثلا القسم يكون فيه مثلا إقبال من المستفيدات، إقبال من الشعب، جباري رح يكون في لنا دعم من المنظمات، وعم نتواصل دائما مع المنظمات الخارجية لأنه عياداتنا ونقاطنا ما يتوقف. نعم. كيف ترين عمل المرأة ونجاحها ضمن الهلال الأحمر؟ بصراحة عمل المرأة بالهلال الأحمر الكردي عمل رائع. أنا كسيدة يعني بنظر لهالعمل إنه عمل إنساني، تقديم الخدمة. أنت يوم ما تقدمي خدمة إنسانية لشخص دائما الإنسان يكون مرتاح نفسيا إنه أنا قدمت شيء. ونحن سيدات الهلال الأحمر الكردي دائما بنحاول وقدر الإمكان نحاول إنه نوصل الخدمة الإنسانية لأكثر عدد من المستفيدات. نعم. أيضا بالنسبة للأطفال بعد ولادة الأمهات، هل هناك برامج لدعمهم وحمايتهم؟ هلا برنامج رعاية ما بعد الولادة عم يحمي السيدة والوليد كمان. في عنا عيادات أطفال دائما نتابع، هالعيادة تتابع الولدان الجدد. في عنا عيادات سوء التغذية، تمام، نمشي على مقياس المواك. أي طفل مثلا عنده نقص تغذية نحوله من عياداتنا عيادة الأطفال للعيادات أو للمنظمات اللي تدعم برنامج سوء التغذية. ما أبرز الأمراض التي تعاني منها الأمهات أو الطفل؟ هلا ببرنامج الصحة الإنجابية أغلب السيدات اللي عم يجوا لعنا نحن على عياداتنا مراقبة الحمل، الاستشارات النسائية، مثل ما قلت لك رعاية ما بعد الولادة والولادة الطبيعية. هلا النقاط اللي ما فيها ولادة طبيعية أغلبها مثلا الطبيبة النسائية هي تمشي الاستشارات النسائية، وكثير من نقاطنا تلقت قصص نجاح كثيرة من خلال الأطباء اللي كانوا عم يداوموا بالعيادة النسائية. سيدة زهراء، في سؤال الأخير، ما مطالبكم من الدول والمنظمات النسائية لدعم المرأة أكثر في مناطق شمال وشرق سوريا؟ هلا بالنسبة للدعم للسيدات نحن نطلب إنه صحيح نحن كهلال الأحمر الكردي عم ندعم السيدة، تمام، وطورت السيدة عنا بالهلال الأحمر الكردي بصراحة كان يعني تطور هالسيدة فعال ونشط بالهلال وصل لهالسيدة لهالمرحلة اللي هي فيها. نحن ندعم المنظمات الإنسانية إنه كيف تكون مثلا في عنا بشمال شرق سوريا كهلال أحمر كردي، كسيدات الهلال الأحمر الكردي هن إلنا دعم من الهلال، بس في نقاط تانية إنه مثلا تبقى الرقة، كيف تكون الفكرة لسه ما وصلت السيدة أو الامرأة إنه لتطور نفسها. نحن بهالحالة نطلب إنه مثلا يكون الدعم أكثر للسيدة بهذيك المناطق
يكون الدعم إلى إنه مثلا السيدة هي تبلش من نفسها، إنه هي اللي تطور نفسها، هي اللي تطور نفسها لتصل للشيء اللي نحن وصلنا بالهلال. نعم السيدة زهرة خلف، منسقة طبية لبرنامج الصحة الإنجابية، شكرا لمعلوماتك. عفوا، أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا الكرام، في لقائنا الأخير نطلع عليكم مع السيدة همرين حسين، منسقة في غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي في مدينة قامشلو. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك يا هلا. سيدة همرين، ما مهام المنسقة ضمن غرفة العمليات أثناء الحرب؟ أثناء في أيام الحرب، الأيام الساخنة. طبعا هلا نحن كغرفة عمليات فهي بالرقم 1 لما يجي على بال الشخص يعرف إنه نحن مسؤولين عن طوارئ، أي حادث طارئ، كوارث إنسانية، حالات الحروب، فدائما الطوارئ هن أول ما من يتدخلوا يعني. طيب طبعا في عنا نقاط طوارئ موزعة في شمال شرق سوريا كاملا، فنحن أول ما يجينا اتصال إنه في عنا طارئ أو حادث أو أي شيء، فنحن نتواصل مع أقرب نقطة طبية لتلك المنطقة لحتى نحرك سياراتنا الإسعاف مع الطاقم الطبي. طبعا طاقمنا لا يخلو من الكادر النسائي، ينتقلوا لهذيك المنطقة مشان يقدموا أي شيء يلزم. في حالات الحروب دائما كان الكادر النسائي طبعا كمسعفات أو سائقات، لأنه عندنا في مسعفات، في عندنا سائقات لسيارات الإسعاف، كانوا في الخطوط الأمامية في تلك المناطق الساخنة، ويعني كانوا دائما هن السباقين لإسعاف الجرحى، طبعا يدا بيد مع فرق الطوارئ، يدا بيد ليقدموا أكبر مساعدة ممكنة لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح في حالات أو في الجبهات الساخنة اللي كان من الصعب إنه فرق الإنقاذ المدنية إنه صعب يوصلوا له. فدائما الهلال الأحمر هو كان السباق يدا بيد إلى جوانب فرق الطوارئ للإدارة الذاتية، كانوا مع بعض دائما. ما المهام الأساسية التي تلتزم بها المرأة في العمل الإنساني؟ هلا من المهام الإنسانية التي تقوم بها المرأة في مجالات الإسعافات هو عمل إنساني بحت، بما أنه هو مجال صحي، فأي حالة تجي قدام المسعفة فهي تقدم له كل إمكانياتها وطاقتها في سبيل إنقاذ هذا الشخص أو هذه الروح لتوصل بخير وسلامة لمشفى أو أقرب نقطة طبية، أو تقدم لها جميع الإسعافات الأولية التي تتطلب منها داخل سيارة الإسعاف أو على الأرض لحبين ما يشيلوها ويحطوها بسيارة الإسعاف يعني. أين تتوزع النقاط الطبية؟ تتوزع النقاط الطبية الخاصة بفرق الطوارئ في جميع مناطق الإدارة الذاتية، سواء كان مدن رئيسية أو كانت نقاط، في عنا نقاط على الطرق تحسبا للحوادث التي تحدث على الطرقات. في عنا نقاط على طريق الرقة، في عنا نقاط على طرق ديرك والطرق الدولية. بما أنه يعني إذا حدث أي طارئ فيتطلب وقتا طويلا حتى تأتي سيارة الإسعاف من أي نقطة طبية قريبة إلى الطريق الدولي، سيستغرق أمر وقت طويل. فبين ما بين منطقة ومنطقة عندما يكونوا يعني هناك كثير من المسافة بينهم يوجد نقاط طبية على منتصف الطرقات. نعم، أيضا ضمن المخيمات هل لديكم نقاط غرفة عمليات طوارئ يعني؟ طبعا لدينا نقاط طبية ضمن مخيمات الأمنية وغير الأمنية. في عنا منسقين أيضا نتواصل معهم، ننسق معهم لحدوث إذا حدث أي طارئ، وخاصة لدينا أيضا كادر نسائي متخصص موجود
في تلك النقاط ضمن المخيمات يقدمن العديد من الخدمات للنساء، منهن الخدمات التوعية الصحية، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية، خدمات يعني يتعين عليهن تحسين من النظافة الشخصية، والعديد من الخدمات التي تتطلب حسب نوع المخيم التي يعني أي خدمة تتطلب منهم يقومون بها يعني. نعم. كم عدد السيدات المتواجدات ضمن هذه النقاط؟ لدينا العديد من النقاط الطبية، عندنا 7 مخيمات، 2 منها مخيمات أمنية و5 مخيمات مفتوحة لنازحين الشمال السوري. هناك تتواجد المرأة سواء كانت في نقطة طبية أو كمسعفة أو كسائقة، تأخذ دورها الأساسي جنبا إلى جنب مع الكادر الشبابي ليقوموا بأفضل خدمة هناك. بما أنه عندنا مخيمات أمنية هناك تحفظ، يرفضن أن يتم فحصهن من قبل الرجل، فهنا تكون دور المسعفة أو القابلة أو الطبيبة أو الممرضة في أن تقوم بدورها وتقديم الخدمة اللازمة لها. كيف تتعامل السيدات مع التقنيات الطبية المتقدمة ضمن الهلال؟ طبعا جميع الفرق النسائية لدينا تتلقى تدريبات دورية لكي يكون دائما على اطلاع وعلى كل التحديثات التي تحدث في النقاط الطبية من أجهزة حديثة يعني أدخلناها جديدا إلى المخيمات أو أجهزة موجودة، ما عدا التقنيات الحديثة التي كانت موجودة مسبقا. فدائما هناك تدريبات دورية ونقاط، فلدينا جولات أيضا دورية على تلك النقاط لنعلم مدى جودة العمل أو الخدمة التي تقدم لتلك النساء المتواجدات في المخيم. سيدة همرين، ما الصفة الأهم للمرأة الناجحة في غرفة عمليات الطوارئ؟ الصفة الأهم للمرأة الناجحة في غرفة العمليات أن ترى نفسها دائما هي الريادية، وأن لديها دائما دورا فعالا، وأن تكون على علم بما هي قادرة عليه وما تستطيع القيام به، وأن لا تقلل أبدا من إمكانياتها. فدائما كانت منذ أن تم تكوين الهلال الأحمر الكردي دائما كانت المرأة بجانب الكادر الشبابي، وحتى وصل الهلال إلى هذه المرحلة اليوم. لذلك لابد للمرأة دائما هي التي يجب أن ترفع من سقف توقعاتها على أنها قادرة على أن تعمل أي شيء. أيضا على أن تواظب على التدريب لتكون على علم بجميع المستجدات، سواء كانت مستجدات طبية، مستجدات تقنية. نحن نعرف أننا اليوم نسير في صراع رقمي هائل، لذلك لابد للمرأة دائما أن تكون سباقة للتعلم، محبة للتعلم. بما أنه نحن غرفة العمليات دائما يكون لدينا زيارات من جروبات أو منظمات أجنبية، لابد للمرأة العاملة في الهلال الأحمر الكردي أن تهيئ نفسها للتواصل كاللغات، أن تكون على دراية بجميع اللغات، ليس جميع اللغات، أن تتقن بعض اللغات مثلا كالإنجليزية نقول يعني العربية الكردية، يكون لديها فن ومهارات التواصل، وأن تكون لديها مرونة في التعامل مع الاتصالات، أن نتلقى الاتصالات يكون لدينا مرونة في التعامل مع هذه المكالمات، لأنه دائما ما تأتينا اتصالات من مرضى أو مرافقين للمرضى يكونون شرسين في التعامل، فلا بد لنا أن نكون لينين، وخاصة من قبل الكادر النسائي، نحتويهم ونقدم لهم الخدمة ونفهم منهم ما الذي يلزم هذا المريض لكي نرسل لهم سيارة الإسعاف ويقومون أيضا بتقديم أفضل خدمة لديهم. نعم. بجانب هذه النجاح، خاصة نجاح المرأة، هناك تحديات وصعوبات، كيف تواجه المرأة هذه التحديات؟ هناك العديد من التحديات، بما أنه نحن دائما في مجتمع في مناطق الشمال السوري، شمال شرق سوريا، مجتمع لا زال يتحيز للفكر الذكوري، دائما يرفض أن تكون المرأة هي قيادية، وضع لها فكرة في رأسه أن تكون فقط ربة منزل وأما للأولاد فقط، دورها في المنزل ولا يعني ليس لديها عمل آخر. دائما من واحدة من التحديات. التحدي الآخر أيضا
من التحديات التي تواجهها مسعفاتنا في المناطق النائية، مثلا كمناطق الدير أو الطبقة أو الرقة أو في هذه المناطق لا زال هناك تحفظ جدا على أن يروا امرأة تعمل في سيارة إسعاف جنبا إلى جنب الرجل. يرفضون هذه الفكرة كثيرا، لذلك نحن نحارب على أن نحارب هذه الأفكار، وأن تكون دائما المرأة تضع لهم صورة إيجابية. أيضا من التحديات التي تواجهها مسعفاتنا على أرض الواقع، بما أنهم هن التي يعملن على الأرض، النقالة نحن نقول لها مثلا هناك مريض في الطابق الخامس أو في الطابق الرابع، يجب أن ينزل على نقالة. هنا تجد المرأة أيضا صعوبة في حمل ذلك الرجل أن تنزله حتى الطابق الأرضي ليدخله إلى الإسعاف. أيضا من التحديات التي تواجهها أغلب المسعفات لدينا أو بنات أو نساء غرفة العمليات هن كادر نسائي أمومة، يعني هن أمهات يتركن وراءهن بيتهن أولادهن، يعني ويأتين ليقدمن أفضل ما لديهن ليشكلوا أجمل صورة للهلال وأجمل صورة للنساء، الكادر النسائي الذي يعمل في الهلال. نعم، كما ذكرتنا جميعهم أمهات، كيف توازن المرأة بين العمل ودورها في الأسرة؟ كما نعرف دائما أن المرأة لديها قدرات هائلة، ودائما المرأة دائما هي جبارة، تستطيع دائما أن توازن بين عملها، بين أمومتها، بين بيتها. وهناك أمثلة كثيرة رأيناها، نساء ناجحات واصلات للقمة لم يكن أبدا فقط نساء عاديات، كانوا أمهات، كانوا ربات منزل. فهنا دائما الأمهات أيضا الهلال الأحمر قام بتجهيز روضة ضمن مبنى الهلال الأحمر الكردي لأطفال النساء العاملات يحتوين الأطفال، حتى تقوم المرأة بعملها على أكمل وجه، كما أن المرأة تقوم أيضا بالتوازن بين عمل المنزل وعملها في الهلال والنقاط الطبية، وتقوم بالتنسيق كل واحدة على حسب ما يتطلب منها في المنزل. نعم سيدة أمرين، في سؤال الأخير، كيف يمكن للمجتمع دعم المرأة في الهلال الأحمر؟ هلا يمكنه أن يدعمها من خلال التقدير، وأن لا ينظر إليها نظرة دونية دوما، أيضا على أن يدفعها دائما نحو الأمام ويشجعها. دائما المرأة تتعب وتناضل من أجل حقوقها، ودائما تنتظر من المجتمع التقدير والدعم والنظرة الإيجابية، وأن أيضا أن نحارب هذا الفكر الذكوري الذي يمنع المرأة دائما من أن تكون ذاتها ونفسها وتحرر فكرها. نعم سيدة همرين حسين، منسقة في غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي في مدينة قامشلو، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم أيضا، سررت جدا بهذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، واصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج مرآة الحياة، والذي سلط الضوء اليوم على عمل المرأة في الهلال الأحمر الكردي في مدينة قامشلو. انتظرونا لحلقة جديدة وموضوع جديد، إلى اللقاء.